أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، نبدأ بالنسبة لمنهج التاريخ الصف الأول الثانوي في الترم الأول. نتكلم في الوحدة الأولى عن مدخل لدراسة حضارات مصر والعالم القديم. الدرس الأول بيتكلم عن الحضارة والتاريخ. الدرس الثاني يتكلم عن مصادر دراسة الحضارات. الدرس الثالث بيتكلم عن عوامل قيام الحضارات. الدرس الأول نبدأ بسم الله. عنوان الدرس بيتكلم عن الحضارة والتاريخ. لو أنا بتكلم عن الحضارة والتاريخ، الأول الإنسان بيقول لك عاش المصري قديما حياة التنقل والترحال. يعني كان بيتنقل من مكان لمكان، وبعدين حصل كثرة الهضاب، فبدأ ينزل إلى ضفاف الأنهار ويتعلم الزراعة. عاش حياة الاستقرار، وهنا بدأ يكون في عمل وتعاون، وبالتالي تبقى في تقدم، وبالتالي نشر الحضارات المختلفة. بعدين الشعوب تبادلت تراثها الحضاري، يعني انتقلت الحضارة من مكان لآخر مع الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر. هنا بنتكلم عن إيه؟ الإنسان قديما كان ينتقل من مكان إلى مكان آخر. طيب هنا ينشأ حضارة؟ طبعا لا. تقيم حضارة؟ طبعا ما فيش. السبب عدم الاستقرار. طبعا عندما نزل إلى ضفاف الأنهار مثل الإنسان المصري القديم، نزل على ضفاف نهر النيل فتعلم الزراعة، وبالتالي الاستقرار، وبالتالي نشأت الحضارات القديمة. طيب إيه هي الحضارة؟ ما المقصود بالحضارة؟ سؤال بيطرح بنفسه ولازم نعرفه. ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعل الإنسان مع البيئة. الهدف تحسين ظروف حياته ماديا أو معنويا لتعبير الكون الذي يعيش فيه أو الذي يعيش فيه. إذا الهدف الأعلى أو الأسمى للإنسان هو تعمير الكون الذي يعيش فيه وتحسين ظروف حياته. يحسن ظروف حياته عشان طبعا تحسين ظروف حياته ماديا أو معنويا ليعمر الكون الذي يعيش فيه. طيب كل حضارة تميزت، كلمة تميزت يعني اختلفت. وكل حضارة اختلفت عن الحضارة الأخرى. هي مصدر في الهوية الثقافية، الخصوصية العقائدية. من مفهوم الحضارة نستنتج أن للحضارة الإنسانية جانبين، واحد جانب مادي والثاني جانب معنوي. طيب جانب مادي زي العمارة بأنواعها والمخترعات المختلفة. أي حاجة ملموسة نقدر نمسكها دي تعتبر جانب مادي. الجانب المعنوي يشمل الأخلاقيات، الثقافة، الفكر، الفنون، الآداب، العلوم المختلفة، الطب، الرياضة. وحقيقة ما في كتب في الطب وفي كتب في الرياضة، بس هي عبارة عن إيه؟ كانت أفكار تعتبر جانب معنوي. تعمير الأرض، كلمة الأرض بتساوي كلمة الكون. الكون الذي نعيش فيه وأحدى غايات وجود الإنسان عليه. طيب عندنا واحد اسمه وولد يورانت. مين وولد يورانت ده؟ قال اتكلم عن الحضارة. طيب اتكلم وقال ايه؟ قال ان الحضارة عند وولد يورانت نظام اجتماعي. نظام ايه؟ اجتماعي. طيب ينفع اقول كلمة اجتماعي تساوي كلمة انساني، يعني مرتبطة بكلمة الانسان. طب والحضارة، تعرف الحضارة ده عادي مرتبط بكلمة الانسان، يبقى في عامل مشترك ما بين الحضارة عند وولد يورانت والحضارة تعرفها عموما برضه تعتمد على الانسان. طب هنا الحضارة عند وولد يورانت نظام اجتماعي، يعني الانسان على زيادة في انتاجه الثقافي. في علاقة بين استقرار الأمن ونشأة الحضارة. ده اللي يدل على كده. قال لو وقفنا عند النقطة دي هنلاقي ان وولد يورانت بيقول مع انتهاء الاضطراب
كلمة اضطراب هنا بتساوي القلق، ويبدأ تبقى فيه استقرار للأمن. يتحرر الإنسان من خوف فتظهر لديه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء، وذلك نضيف طريق الفهم من الحياة والظاهرة. تبقى مع الحضارة عند الهنديورانس مرتبطة بالاستقرار، مرتبطة بوجود الأمن، مرتبطة بعدم خوف الإنسان. طيب، من مفهوم الحضارة عند الهنديورانس نجد أن هناك علاقة بين الاستقرار أو الاضطراب الأمن ونشأة الحضارة. لو في اضطراب في عدم استقرار أو عدم أمن يبقى لا تنشأ حضارة. في استقرار وفي أمن تنشأ حضارة. من دراسة تاريخ الحضارة المصرية القديمة نجد أن معظم الإبداعات والإنشاءات ظهرت في العصور التي اتسمت بالأمن والاستقرار، زي عصر الدولة القديمة بدأت تظهر فيه الأهرامات، ولكن في عصور الاضطرابات وعدم الاستقرار تعرضت بعض الإبداعات للخطر ولم تظهر إبداعات جديدة. طب نقدر نضرب مثال على كده؟ هنقدر شوف معايا في عصر الدولة القديمة بدأت تظهر الحضارة، بدأ يجي الأهرامات، لكن في عصر الانتقال الأول أو عصر الاضمحلال الأول اللي ناخده بعد كده نلاقي كده مفيش أي حضارة في ذلك الوقت. بعد كده الرسمة دي بتعبر عن إيه؟ هل الرسمة دي خطوط رايحة وجاية دي بتعبر عن إيه يا مصطفى؟ قال دي هتعبر لي عن الحضارة. إزاي؟ ببساطة كل خط رايح وكل خط جاي معناه الحضارة لها بداية ثم تذهب إلى مكان تاني تروح له وبعدين تعاود مرة أخرى للمكان دي. تبقى الحضارة تنتقل من مكان إلى مكان آخر. الحضارة تنتقل من مكان إلى مكان آخر. يعني لا توجد حضارة مستقرة في مكان مدى الحياة، ولا توجد دولة أو حضارة نشأت في مكان واستمرت معه. الحضارة عاملة زي حياة الإنسان، بتمر بمراحل تنتقل من مكان إلى مكان آخر. طيب، عندنا بعد كده لو احنا بصينا على الشكل اللي فات ونبص على الشكل ده هتلاقي الحضارة هنا انتقلت الحضارة من مكان كسلسلة متصلة الحلقات. بدأت البداية الشرق، تمثلت في الحضارات القديمة مصر، العراق، بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق. طيب، تسمى بلاد ما بين النهرين اللي هو نهري دجله والفرات، وبلاد فارس اللي هي إيران حاليا. طب الحضارة دي كلها معظمها حضارة زراعية نشأت نتيجة الاستقرار. طيب، تعتمد على المياه العذبة، تعتمد على المياه العذبة وخاصة مياه الأنهار. ثم انتقلت مرة أخرى حضارة إلى الغرب، تمثلت في حضارتين بلاد اليونان وبلاد الرومان. بعدين غادرت يعني سابت المكان وانتقلت مرة أخرى إلى الشرق. عادت على يد الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية قعدت تقريبا 1000 عام، يعني عدة قرون يساوي تقريبا 100 قرن. طيب، وبعدين انتقلت الحضارة مرة أخرى اللي هي مرة ثانية إلى الغرب، بس خلي بالكم فكرت الحضارة الغربية الحديثة. طب لو قلنا الغرب بس لا غلط. ليه؟ لأن الغرب كان عندنا حضارة اليونان والرومان، أمال هنا الحضور الغرب الحديث. لازم الغرب الحديث اللي هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا. بعديها هنلاقي الشكل اللي قدامي ده يمثل الحضارة أو الكائن الحي أو العمل الدرامي. إزاي يا مستر؟ بص، هنا بيكون بداية، بيكون ضعف، وهنا بيكون بس مرحلة القوة الشباب، وبعدين يصل للنهاية ضعف، زي الحضارة زي حياة الإنسان زي العمل الدرامي مسلسل أو فيلم. البداية بعدين القوة وبعدين ضعف، بعدين تبدأ حضارة جديدة وبعدين تضعف وبعدين حضارة جديدة وهكذا. عندي
تعالوا نشوف الشيء الأسئلة دي نحلهم مع بعض. تمثل الغاية هل أسمى الحضارات التركيز على الجانب المعنوي ولا استغلال الموارد المتاحة ولا الإصلاح والاستمرار ولا توفير احتياجات الإنسان؟ الغاية الأسمى استغلال الموارد المتاحة. دي الصح. طيب عندي ارتبط نشأة الحضارة القديمة بوجود الإنسان ولا مصادر الطاقة ولا المياه العذبة ولا الحيوانات؟ قلنا عشان يكون في حضارة لازم يكون في استقرار، عشان يكون في استقرار لازم يكون في زراعة، وعشان يكون في زراعة لازم يتوفر المياه العذبة. تبقى المياه العذبة وخاصة مياه الأنهار. هي دي الصح. طيب بداية الحضارة في الشرق كانت حضارة زراعية في المقام الأول، دي صح ولا غلط؟ طبعا صح يا مستر. ظل جام صح. أيهما أفضل؟ تسارع الحضارات أم تواصل الحضارات؟ ليه؟ طبعا هو تواصل الحضارات. السبب لأن الحضارات انتقلت من مكان لمكان وأخذت من كل الحضارات وأضافت إليها. طيب بداية الحضارة كانت في الشرق والآن تستقر في الغرب، هل ستبقى في الغرب؟ ولماذا؟ وحضارة الغرب أين تستقر؟ عرفنا ان الحضاره الاول بدات في الشرق وبعدين راحت الغرب وبعدين عودت للشرق وبعدين راحت دلوقتي موجوده مستقره في الغرب. هل هتفضل في الغرب على طول؟ بالاكيد لا. امال لو هتعود فين؟ طبعا مكانها الشرق، ده الاساسي بتاعك. طب ليه؟ لان الحضاره لا تستقر في مكان بل تنتقل من مكان الى مكان اخر. طيب عند النقطه دي كده نقف، وان شاء الله باذن الله المره الجايه نكمل مفهوم التاريخ وايه المقصود بعلم التاريخ واهميه دراسه التاريخ والعصور التاريخيه.